وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المقر الرسمي الدائم لرئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسون، التي كانت في استقبال سيادته لدى وصوله، لتنطلق مباحثات قمة بين الجانبين بحضور كامل الوفد المصري، بالإضافة أيضا لعدد كبير من أعضاء الحكومة الدنماركية. في هذه الأثناء ربما نفسح الصورة قليلا لمقر الإقامة الدائم لرئيسة الوزراء، حيث تجرى داخله المباحثات المصرية الدنماركية على مستوى القمة بين السيد الرئيس ورئيسة الوزراء لبحث عدد كبير من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، بداية بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للآليات التي أطلقت مع إطلاق فعاليات مجلس الأعمال المصري الدنماركي المشترك، بالإضافة أيضا إلى بحث آفاق التعاون في عدد من المجالات المحددة. نتحدث هنا عن مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، صناعات الشحن البحري وتداول الحاويات، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعات الدوائية والغذائية، وأيضا مجالات الزراعة والسياحة. كل هذه القطاعات والمجالات تمتاز الدنمارك بخبرات عريضة فيها، بالإضافة أيضا إلى استشراف فرص التعاون من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية لتهيئة المناخ الجاذب أمام المستثمرين الأجانب. خلال هذه المباحثات التي تجرى الآن سوف يتم وضع الخطوط العريضة والنهائية واللمسات النهائية على اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذانا بترفيع هذه العلاقات. من المقرر أن يوقع السيد الرئيس ورئيسة الوزراء على هذا الإعلان لتنطلق صفحة جديدة من العلاقات بين مصر والدنمارك على كافة الأصعدة، الصعيد الاقتصادي والصعيد أيضا السياسي، فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وكوبنهاجن حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذه المباحثات تتوج زيارة هامة للسيد الرئيس كأحد أبرز وأهم محطات جولة سيادته الأوروبية التي بدأت بالدنمارك وتتواصل في النرويج، وأخيرا ختاما بأيرلندا. أيضا تتوج مسيرة عقود من العلاقات التاريخية التي جمعت بين مصر والدنمارك منذ عام 1922، مرورا بتدشين العلاقات الدبلوماسية المتبادلة بين البلدين قبل 66 عام. أيضا من المنتظر أن تخلص هذه المباحثات بالتأكيد على أهمية الدور المصري الذي تلعبه القاهرة في محيطها الإقليمي، استثمارا لهذه المكانة وهذا العمق، سواء العمق الإفريقي أو العمق العربي للقاهرة، من خلال إطلاق استراتيجية شاملة ومتكاملة أطلقها الجانب الدنماركي العام الماضي للتعاون مع القارة الإفريقية من خلال البوابة المصرية. مصر من المنتظر أن تترأس خلال شهور قليلة رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي داخل الاتحاد الإفريقي، بما يتزامن مع شغور الدنمارك لمقعد غير دائم في مجلس الأمن، بالإضافة أيضا لاستعدادها لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي في يوليو المقبل، ما يضفي على العلاقات المصرية الدنماركية أهمية وبعد خاص يتعلق بتعاون البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نتحدث هنا عن توترات جيوسياسية وأيضا تحديات اقتصادية ومناخية ألقت بظلالها على حالة التنمية المستدامة في أجزاء متفرقة من دول العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط. إذن هناك رغبة مشتركة لدى البلدين على دفع أطر التعاون في المرحلة المقبلة، استثمارا لمخرجات هذه الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس إلى العاصمة كوبنهاجن كأول رئيس مصري يقوم بزيارة الدنمارك منذ تدشين العلاقات في تسعينات القرن الماضي. نتحدث عن تاريخ طويل لطالما جمع القاهرة وكوبنهاجن، يشهد اليوم صفحة جديدة من هذه العلاقات في إطار توافر رغبة سياسية وإرادة سياسية متكاملة بين الجانبين لدفعها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. من
من المنتظر أن تختتم هذه المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك يتم خلاله الإعلان عن توقيع البلدين على اتفاق الشراكة الذي يقضي بترفيع العلاقات بين القاهرة وكوبنهاجن إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية المتكاملة. وأيضا يتم الإعلان خلال هذا المؤتمر من خلال السيد الرئيس وأيضا رئيسة الوزراء الدنماركية عن عدد من الآليات التنفيذية التي سوف يتخذها الجانبان خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مخرجات هذه الزيارة وتنفيذ الأطر التي تم الاتفاق عليها خلال المباحثات، سواء التي أجراها السيد الرئيس مع ملك وملكة الدنمارك أو هذه المباحثات التي تجرى حاليا أو من خلال آليات التنفيذ الخاصة بمجلس الأعمال المصري الدنماركي الاقتصادي المشترك الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمشاركة ملك الدنمارك فريدريك العاشر. كل هذه المخرجات سوف يتحدث عنها السيد الرئيس ورئيسة الوزراء الدنماركية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي نتوقع حدوثه بعد نحو نصف ساعة من الآن، لتتوج هذه الزيارة كما أشرنا بالعديد من المخرجات الموضوعية والعملية الذي من شأنها أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات المصرية الدنماركية التاريخية المشتركة. نعم دينا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، موفد التلفزيون المصري علاء رشوان.